السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطا لما فا كوبي سجنتا جولي دا خذ عقيدتك خجو إن شاء الله كابني دفن جرا شير لايك قرودان نما هند برانغاس من جنة صبر الدين فؤادي فيها كسم سميرة فؤاد إن شاء الله سجنتا قويا رانت نردي خطا لما فا قافي في دي بسا إن شاء الله ولينكونا صبر الدين جل كبرتي أنواع التوحيد وفوائده خجوه إن شاء الله أنواع التوحيد وفوائده. سؤال: لماذا أرسل الله رسولا؟ جواب: أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل. وقال صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة ودينهم واحد. متفق عليه. سؤال: ما هو توحيد الرب؟ جواب: توحيده بأفعاله كالخلق والتدبير وغيرهما. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: أنت رب السماوات والأرض. متفق عليه. ما هو توحيد الإله؟ جواب: هو إفراده بالعبادة كالدعاء والذبح والنذر. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. عليه. سؤال: ما هو توحيد صفات الله وأسمائه؟ جواب: هو إثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله في أحاديثه الصحيحة على الحقيقة بلا تأويل ولا تفويض ولا تمثيل ولا تعطيل، كالاستواء والنزول واليد وغيرهما مما يليق بكامله. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا ينزل نزولا مما يليق بجلاله لا تشبه أحدا من مخلوقات. سؤال: أين الله؟ جواب: الله فوق العرش على السماء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. سورة طه. كما جاء في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. متفق عليه. سؤال: هل الله معنا؟ جواب: الله معنا بسمعه ورؤيته وعلمه. قال الله تعالى: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عليه وسلم: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم أي بعلمه. رواه مسلم. سؤال: ما هي فائدة التوحيد؟ جواب: فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب والهداية في الدنيا وتكفير الذنوب. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورة الأنعام. وقال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. ما شاء الله. سميرة فؤاد بابايه كوبي نامي أيه. سؤال: لماذا أرسل الله رسولا؟ جواب: أرسلهم للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه. قال الله تعالى:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل. وقال صلى الله عليه وسلم: والأنبياء إخوة ودينهم واحد، متفق عليه. ما شاء الله ما شاء الله. سؤال: ما هو توحيد الرب؟ جواب: توحيده بالأفعال كالخلق والتدبير وغيرهما. قال الله تعالى: الحمد الحمد لله. لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت رب السماوات والأرض، متفق عليه. سؤال: ما هو توحيد الإله؟ هو إفراد بالعبادة كالدعاء والذبح والنذر. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعو عليه لشهادة أن لا إله إلا الله، متفق عليه. سؤال: ما هو توحيد صفات الله وأسمائه؟ جواب: هو إثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصف رسوله في الأحاديث الصحيحة على حقيقته بلا تأويل ولا تفويض ولا تمثيل ولا تعطيل، كالاستواء والنزول واليد وغيرها مما يليق بكامله. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشعراء. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل نزولا يليق بجلاله لا يشابه أحد من مخلوقات. سؤال: أين الله؟ جواب: الله فوق العرش السماء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. سورة طه. كما جاء في البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، متفق عليه. سؤال: هل الله معنا؟ جواب: الله معنا بسمعه ورؤيته وعلمه. قال الله تعالى: قال: لا تخافا إنني معكما وأسمع وأرى. سورة طه. وقال صلى الله عليه وسلم: فليكن إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، أي بعلمه. رواه المسلم. سؤال: ما هي فائدة التوحيد؟ جواب: فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب والهداية في الدنيا وتكفير الذنوب. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلمهم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذبوا من لا يشرك به شيئا، متفق عليه.